السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا مبسوطين ويا رب تكونوا سعداء، او على الاقل مرتاحين البال. وده احلى حاجة على فكرة، انك تكون مرتاح البال. يحرق الفلوس ويحرق المادة واللخبطة اللي في الحياة. راحة البال مهمة جدا جدا. في ناس معاها مليارات بس راحة البال هي الاساس. عارفين يعني ايه راحة البال؟ الأول عايز أقول لكم إن في مقتطفات كده بسيطة بتنزل على دقيقة، بتنزل على قناتي علوم الحياة مع أحمد أيوب، علوم الحياة مع أحمد أيوب على اليوتيوب. بجد هتعجبكم جدا 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 جدا. ولو نسيت الاسم اكتب أحمد أيوب بالإنجليزي 3 سبعات. تمام. في كمان حاجات على الريلز كده ومقالات على صفحتي استشارات نفسية أسرية مع أحمد أيوب، هتعجبكم جدا. أنا عايز وأستقطب وأقرب من الناس الراقية. عارفين يعني إيه راقي؟ عارفين يعني إيه ناس راقية؟ الرقي مش الفلوس، مش انك انت تبقى غني ولا معاك عربية. الرقي رقي الفكر، الناس المتحررة فكريا، الناس المثقفة، الناس اللي تفهم وتقدر الناس لمجرد حسن الخلق ورقي الفكر، مش عشان الفلوس ولا عشان المصلحة ولا. مش هطول عليكم، بس ندخل في الموضوع على طول. هو لازم لكل حاجة مقدمة يعني. المهم الموضوعات اللي بقدمها موضوعات في التنمية، في الصحة النفسية، في الإرشاد الأسري، المشاكل المجتمعية عموما، وبيقول حلول، ويا رب الناس تتغير ومجتمعنا يتغير في حب الله. في حاجة حصلت من يومين وحابب أقول لكم عليها. على إن بيراودني الكلمة إن ما تقولش، لأن الناس نفوسها بقت مش حلوة الفترة دي. على إن في برضو آية: وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة كبيرة جدا إن في لحظة من اللحظات ربنا يسمعك. نعمة كبيرة. أنا لما هي الفكرة جت بدأت منين؟ لما واحد صاحبي عمل معايا موقف حلو فبشكره. واحد بتاع الكمبيوتر او واحد اللي بيعمل ماجستير او دكتوراه، عمل الكتابة صح والكلام ده كله. شكرته جدا وكنت مبسوط بيه جدا لانه كان بيفهم، ما كانش واحد بينقل وبس، ما كانش حد بيكتب وبس. شكرته. لما حد اداني هدايا شكرته. فانا فكرت قلت طب الموقف اللي حصل ده موقف غريب. انا كنت مهموم من مشكلة ما، مهموم بجد. مشكلة بسيطة بس مش عارف اعمل ايه. طب انا لو واجهت الشخصية دي ما ممكن تزعل. على طب وزعلي، بس الشخصية دي كبيرة سنا وكبيرة مقام يعني. طب اعمل لهم ايه؟ فبقيت انا حيران. طب اخد قانون لأ، ان انا اي حد يضايقني اقول له لأ وما يهمنيش زعل الناس مهما كان سنه ومهما كان مقامه، ولا اخد بجبر الخاطر واعدي وخلاص واكبر دماغي واهو اسكت؟ ولا فبقيت انا محتار ومهموم. فلاجل النصيب سبحت شوية وقمت اتوضيت وصليت. كل اللي عليا انا معرفتش اقول ايه ربنا بس بقيت بقول له يا رب انت عارف اللي جوايا، مش عارف اعمل ايه. كل اللي انا عملته سجدت ودعيت وقلت كده. انا بدعي كتير جدا يعني مش ما بيستجابش. هو بيستجاب بس
هي الفكرة الوقت، كل حاجة لها توقيت. ان ربنا استجاب، ما كل حاجة انت بتقولها بينك وبين ربنا بيستجاب، ولكن هي فكرة توقيت للمشكلة دي، حلها امتى. المهم، فتوضيت وصليت وسجدت وبقيت اقول يا رب طب انا اعمل ايه، يا رب انا مهموم، يا رب ريح بالي يا رب. تاني يوم الشخصية دي واجهتني، ويعني اتكلمنا مع بعض وهزرنا، وجت المشكلة في ناحية طريفة واتعدت واتصلحت بالنسبة لي وخلاص. عارفين كانت رسالة جميلة جدا، يعني كانت حاجة جميلة جدا انك في ثواني ما انا يعني ما انا دعيت ربنا النهارده، تاني يوم خلاص الموضوع اتحل وانا هديت، يعني اتبرد ناري. احيان كتير لما على فكرة يعني بنبقى مبسوطين، والله ربنا جبر بخاطرنا في ساعتها كده. على فكرة في موضوع برضو انا مهموم بقالي فترة طويلة جدا عايز اخلص منه، وبدعي ربنا بقول يا رب خلصني منه عشان انا زهقت من الموضوع ده، بس لسه ربنا ما استجابش. زي ما قلت لكم ان كل حاجة ليها وقت، في توقيت في ساعتها، وفي توقيت بناخد شوية. ربنا لازم بيختبرك، بيقول لك اتعلم الصبر، بيعلمك حاجة جديدة، الكلام ده كله. بس فاللي انا عايز اقوله لكم ان اللهم لك الحمد، لازم نحمد ربنا ان في عندنا رب بنشتكي له، ان في عندنا رب بنقول له يا رب، احسن من الناس اللي في الضياع دول. والله بجد انا مش بقول ان انا شيخ، بس انا بقول ان على الاقل ان احنا عندنا حتة ايمان قد كده، بنقول يا رب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله، والنبي يا رب اسمعني، والنبي يا رب ايه طيب خاطري، فيا رب يطيب خاطري وخاطركم يا رب. في حاجة كمان، في دعاء انا عرفته، كتبته في منشورات، ومش عارف انا قلته لكم ولا لا، بس الدعاء ده من ساعة ما انا عرفته وانا كاتبه عندي على المكتب، وبعشقه لان معناه انا بحب اتدبر في الكلام، ما احبش اقرا كده وبس. حتى القرآن افهم الآية دي ليه وعلشان ايه واشمعنى الكلمة دي، واقعد كده افكر واتدبر كده واقعد اجيب التفسير والكلام ده. الدعاء ده ايه، عبارة عن ايه؟ كريم رسول الله والله اكرمه، فهل فقيرا بين الاكرمين يحرم. نقولها تاني عشان تفهموها، ركزوا كده. كريم رسول الله يعني رسول الله كريم، والله اكرمه، ربنا سبحانه وتعالى اكرم منه، اكرم من الرسول. فهل فقير اللي هو احنا بين الاكرمين الرسول والله يحرموا؟ مش هيتحرم. يقال ان الدعاء ده تقوله خاصة للحج، ان انت عايز تحج، بس انا شايف ان الحرمان في الكل والعطاء برضو في الكل. فلاجل النصيب انا نزلته، لقيت عندي صديقة جميلة جدا محترمة راقية، قامت قالت يا جماعة قولوا الدعاء ده ووراء التشهد المحمدي اللي هي بتقولها الجزء النص التاني او النص التاني من التشهد، اللي هي ايه؟ اللهم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وبارك على سيدنا ابراهيم كما باركت على سيدنا محمد، وبارك على سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، اللي هي الايه النص التاني من التشهد، النص التاني من التشهد. وبعدين تقول الدعاء اللي انت عايزه. بس دايما انا بقول يا جماعة لو سمحت افهموا،
كل حاجة بتبقى ناجحة في المباشر، ناجحة في المباشر. يعني ما تجيش تقول لربنا مثلا، يعني او استغفر الله العظيم يا رب، بس ما تجيش تقول انا عايز فلوس. طب انت عايز فلوس ليه؟ طيب انت عايز تنجح في شغلك، انت عايز تنجح في شغلك ليه؟ يعني خلي دايما نجاحك مباشر، وخلي برضو دايما بينك وبين ربنا مباشر. ما تقعدش تحور من الاخر. طبعا ربنا سبحانه وتعالى عارف اللي في نيتك، وعارف الكلام، وعارف كل شيء، ولكن الأفضلية حتى في تحقيق الأهداف، حتى في الدعاء، حتى في ناحية الطاقة وعلم الطاقة، لازم كل حاجة مباشر، ما فيهاش يمين شمال. انت هتاخد الفلوس، انت عايز فلوس ليه؟ هتجيب شقة، هتجيب عربية، هتجيب هتتجوز، يبقى خليك دايما مباشر. تمام. حتى في علاقتك مع الناس، الاريح ليك وليهم المباشر، مش مستاهله حوارات. انت لو اتكلمت معاهم بشكل مباشر هم هيرتاحوا وانت هترتاح والدنيا تبقى فيها راحه. فاكرر تاني الدعاء واقول لكم جماله. هو انا بقيت بقوله على طول، بقيتوا تسابيح وبقوله دعاء يعني على طول، اني حلو حلو قوي. كريم رسول الله والله أكرمه، فهل فقيرا بين الأكرمين يحرمه. وبعدين تقول التشهد، النص التاني من التشهد من بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وتقول الدعاء اللي أنت عايزه أيا كان بقى، ولكن بكرر لازم يبقى الدعاء مباشر. بس ففي حب الله، اللهم لك الحمد ان ربنا موجود، واللهم لك الحمد ان احنا بندعي له، واللهم لك الحمد ان ربنا سمعنا واستجاب. وربنا يريح بالي من الهموم او الافكار اللي جوايا والمسؤوليات اللي انا عايز اعملها يا رب. وانتوا نفس الكلام. وانا شايف ان عصام مسعود صديقي بيتفرج عليا دلوقتي، وانا بقول يا رب يريح بالك يا رب، ويريح همك، ويبعد عنك الكرب يا رب، انا وانت وكل زينا يا رب، ويفرجها عليك من حيث لا تعلم، ويفرجها عليا من حيث لا ادري ولا اعلم، ويفرجها علينا يا رب. كل اللي بيسمعني واخص بالذكر عصام مسعود صديقي يعني، واحبه في الله. حبوا بعض يا جماعة، والله والله العظيم الحب جميل. حبوا بعض من غير مصلحة، حبوا بعض كده. يعني لما تلاقي حد انك حبيته قول له انا بحبك في الله. ولو انت مش مرتاح لحد ابعد عنه، بتحقد عليه او بتحسد عليه او ابعد عنه. انت هترتاح والله العظيم، انت اول واحد هترتاح وهو هيرتاح. هيرتاح من الطاقة السلبية اللي متسببه له منك، وانت هترتاح لانك انت حاطط حياتك كلها فيه. فانت لو حطيت كل الطاقة دي في حياتك انت هتنجح. حبوا بعض والله العظيم، طاقة الحب جميلة واشمل واعلى من طاقة الكره او غيره. الله ربنا يسامحنا ويتوب علينا، وربنا يعافينا من الطاقات السلبية كلها. فحبوا بعض والله. ولما تقابل حد قول له انا بحبك في الله، قول له لما تحب حد قول له انا بحبك في الله. تمام. استاذ عصام مسعود حبيبي وصديقي بيقول وكل من يسمعنا يا رب يا رب يريح همومنا يا رب كلنا، وانا بحبك في الله. زي استاذ محمد عبد الله دلوقتي هو دخل يشوفني، فبقول له انا بحبك برضو في الله. على فكرة انا لما بحب يعني انا مش من الجو اللي هو ايه انا بحبك في الله وخلاص. لا، انا بحب من جوايا بقى، صديق صاحب زميل ايا كان، بقول له انا بحبك في الله، وفعلا انا بحبك في الله، مش محتاج اي حوارات. فانا بقول لكم كده والله. عصام مسعود احبك الذي احببتني فيه يا رب انا وانت وكل زينا. عصام بيقولوا كمان يا دكتور الكلمة الطيبة صدقة. يا رب يا رب يا رب كلنا الكلمة الطيبة صدقة والله. اجبروا بخاطر الناس عشان ربنا اجبرها بخاطركم. استاذ محمد عبد والله وانا احبك في الله والله وانا كمان. هتيجي تقول لي يا عم ما انا بقول لك كل شوية هقول لك تاني. هتيجي يا عم بتقول لي طب ما انت بتقول لي السلام عليكم كل شوية هقول لك تاني. هقول لك ليه؟ الحب جميل
وعشان كده سنة عن الرسول قال لك افشوا السلام بينكم، السلام هو الحب والسلام هو السلام. فانت وانت ماشي سلم، ان شاء الله هتسلم على 10 افراد وانت ماشي في الشارع، سلم. وكل ما تقابل حد قول له انا بحبك في الله، قول له، ما ده اصلا سنة يا زكي. فانت هتاخد سنة الذكر وسنة الرسول، وهتاخد كمان الكلمة الطيبة وغبر الخاطر، فانت هتاخد 3 حاجات في ثواني. تمام. بس فاللهم لك الحمد ان ربنا سمعنا، واللهم لك الحمد ان ربنا موجود وان احنا مؤمنين بيه، والحمد لله على الرسول وكل ما هو عمل الرسول. والله سنة جميلة، سنة جميلة، كل حاجة كل حاجة. يعني انا بحب اعملها، انا بحب اعمل حاجات الرسول. انا درست وربطت دراسة الطاقة مع التنمية وغيره مع سنة الرسول، هتلاقوهم هما الاتنين متشابهة. زي مثلا انت هتيجي تنام فتمسح السرير وتقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان لو في اي حاجة. جاي تقعد تسمي تمسح كده وتقول الله بسم الله الرحمن الرحيم وتقعد. ليه؟ لو في اي طاقات سلبية او في اي مخلوقات تانية على السرير او غيره، فانت على طول بتمسح، فالمكان ده خلاص اي طاقة سلبية مشيت او اي مخلوق تاني مشي. مثل هو البطش، هو ما هو زي بالظبط انت قاعد على الكرسي فحد جاي يقعد عليك هتقوم مزقه، فلو في مخلوق تاني هيزقك، هو ده البطش، ان هو يأذيك يعني. تمام. فانت ليه تأذيه وهو يأذيك؟ انت سمي الله واذكر الله كده امسح كده واقعد، وانت ماشي في الشارع قول السلام عليكم. لو اللي قدامك ده بيكرهك حتى مرة مع مرة مع مرة هيحترمك وهيحبك وهيقرب لك في التواصل الطاقي لمجرد السلام. ادي السنة التانية. السنة التالتة واللي هو بقت عادة عندنا، ما تفتحش المقص بالليل مرة واثنين وثلاثة، لان اصلا المقص بيقطع في الطاقة، في طاقة جسمك الهالة. تمام. ودي برضو من العادات بتاعتنا، واللي ما ينفعش ان احنا نمسك المقص ونعملها، وخاصة بالليل. نيجي برضو على بالليل ما ينفعش برضو نصفر او غيره او غيره، لان ده حرام. فبرضو غيره. فبدون ما اطول عليكم، لان في حاجات كتير جدا انا مش هطول، بس حبيت اقول لكم الموقف اللي حصل. لما تكون مهموم اسجد واتكلم كده مع ربنا زي ما انت بتكلم نفسك. وعايز اقول لكم كمان ان دي سنة جميلة وقوة طاقية جميلة. اثبت علميا في المانيا ان حركات الصلاة هي علاج للفقرات والظهر، بخلاف اصلا ان هي قوة طاقية جميلة جدا قوية جدا. ده بخلاف اصلا ان هي اصلا ان هي مريحة للجسد وللطاقة وللجسم. السجود بس لوحده. وعلاج للصداع، انا عايز اقول لكم كانت بتستخدم في العلاجات الطب البديل من ضمن العلاجات الفرعونية زمان. الصداع، خاصة ان الصداع اللي جاي من جيوب الانفية او اي حاجة خاصة في الكهرباء او المخ، السجود بيعالج الموضوع ده. بس خاصة لما تلامس الناصية للارض، دي اسمها الناصية، فلما تلمسها في الارض بتبقى ليها قوة علاجية جميلة جدا. فتخيل بقى لما تدعي بينك وبين ربنا، فهي قوة متواصلة بشكل قوي جدا. بس مش هطول عليكم، كفاية كده، ويا رب تكونوا بخير. يا ريت تتابعوني ان كان في الصفحات العادية احمد ايوب استشاري نفسي، او الدكتور بالانجليزي احمد ايوب بالانجليزي، او استشارات نفسية اسرية مع احمد ايوب، الصفحة خاصة للمقالات والفيديوهات العلمية واللي هتستفيد منها بجد. على اليوتيوب بقى علوم الحياة مع احمد ايوب، هتلاقوني كمان على كواي وزير السعادة المصري. اشوفكم على خير، سلام.